سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. بولا فيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا العنوان، كما عودتكم ديما جديد نجيب لكم حاجه جديده اول مره على شاشه اليوتيوب كالعاده. اليوم حبيت نشارك معكم الرب بالطريقه التقليديه. الناس اللي ما تعرفش شنو هو الرب، اللي هو مربى التمر، هكذا باش تكون واضحه. المهم اذا حبيتوا تعرفوا الوصفه ما عليكم غير تبداو لنا الفيديو بجام وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كامل جديد، وبارطاجوا لا فيديو مع الاصدقاء الاقارب كل شيء. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو لا فيديو. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا البنات انا جات لكم اليوم ان شاء الله كما قلت لكم راح نوريكم كيفاش نصنعوا الرب هذا، الرب اللي هو مربى التمر كما قلت لكم اول فيديو هكذا باش يكون مفهوم عند الولايات الاخرى والمدن الاخرى. بالنسبه للرب هذا معروف عند الولايات الصحراويه، المناطق الصحراويه معروف عندهم 100%. هنا في بشار حنايا معروف عندنا، وبيوت هنا في بشار كامل اعتمدوا على الرب هذا صراحه. كيجي هاي مع المسمن مع البغرير يجي روعه. دونك انا اليوم راح نوريكم الطريقه التقليديه اللي نعتمدوا عليها من غير آلة، من غير روبو، من غير اي آلات كهربائيه. دونك بالنسبه لاول حاجه واش راح نديروها، ناخذ التمر، اي نوع من التمر كان عندك، اي نوع من التمر غادي تاخذيه، ماشي شرط مميز تمر ولا لا، اي نوع. واش غادي ديري، غادي تنحي له السندفه هذيك اللي من الفوق، غادي تنحي له النواه اللي تجي من الداخل، ومن بعد تحطيه على جنب، يعني كامل تكملي التمر نتاعك هكذاك. ومن بعد كاين الناس اللي يديروا هكذا مباشره، ولكن انا نتفادي. من الاحسن انكم تنحيوا النواه وهكذا تشوفوا التمره اذا كانت مسوسه ولا كانت عاديه، من الاحسن انكم ديروا هذه الطريقه. من بعد واش راح نديروا، راح نكونوا وجدنا قدره كبيره، تكونوا ديروا قدره كبيره يعني ديروا فيها الماء يغلي. من بعد تقيسوا فيها هاد التمر هذه، تحطوا فيها التمر هذه بعد اللي كنتوا غسلتوها اكيد تخلوها فيها وتخلوها تغلي. دوك نوريكم الشكل نتاعها كي تكون تغلي. البنات ها هو الشكل نتاع التمر نتاعنا من بعد اللي كنت درتها. كما قلت لكم ديروا الماء يغلي اول حاجه، حتى كالماء كيبدا يغلي كتحطوا فيه التمر هذيك، غير تفتح التمره، يعني غير تشوفوها كيما هكذا كيما راه تبان لكم في الصوره، يعني تفتح ولا تحل التمره، يعني تتحرر. غطفيو عليها، ما تخليوش حتى الماء هذاك يتبخر وكاع، لا غير تشوفوا التمره نتاعكم تفحت من با، واحد تدي منكم واحد الربع ساعه الا طولت ربع ساعه، هذا ما كان يعني تخليوها حتى كتفتح التمره وتروح تروح لها هذيك القشره هذيك، يعني تحسوها تحرت كيما راكم تشوفوا لا فيديو. ومن بعد تخليوها تبرد، ضروري تخلوها تبرد. هنايا لازمكم تخدموها بالليل، كيما انا دروك راني نخدمها بالليل، يعني ليله من قبل وغدوه الصباح عاد راح نصنعها. دونك هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا ها هي التمر نتاعي بعد اللي كانت بردت مليح خليتها ليله كامله. اليوم الصباح راح نبدا نصنعها. المهم هنايا بالنسبه للرب هذا اذا شفتوه اختار لكم تقدروا ديروا له الماء حامي، تقدروا تضيفوا له الماء حامي اذا كنتو شفتوه اختار. بالنسبه للماء حامي اذا كنتي شتيه تقال لك شي حاجه تقال، يعني ضيفي عليه الماء سخون، يعني غير الماء سخون وصافي. ودركا البنات راح نوريكم كيفاش راح نعصروا هذا. واش راح نحتاجوا شي طنجره ولا اي حاجه ولا باني ولا اي حاجه، المهم اللي تقدر تحطوا عليها. وغادي تحطوا من فوقها كسكاس، ضروري يكون الكسكاس باش هكا حتى الا طاحت كاش حاجه تطيح في الكسكاس، شي حاجه خشينه ولا تطيح في الكسكاس. وغادي نحتاجوا كتانه تاع الفينه ضروريه تكون هذيك اللي متقبه اللي تبين. غالبا ما كيكون الالوان تاعها تبع عند اللي يبيع لوازم الخياطه، غالبا ما كتكون الالوان تاعها يعني بيضه وكتكون باج وكتكون صفراء، غالبا ما كيكون الالوان نتاعها هكذاك. المهم هذيك اللي غادي تحتاجوها، يعني المهم تكون قماش نتاع الفينه. اذا ما لقيتوهاش كاين قماش اخر يعني كيما عاد اللي دايرته انا امام هو فينه، يعني يبين يعني متقابه كبار. من بعد واش راح ديروا، راح تفتحوا هذيك الكتانه على الكسكاس كيما شفتوني انا وشنو درت، وغادي تحطوا عليها واحد 2 مغارف ولا 3 مغارف من التمر هذيك، من المعجون تاع الرب هذاك غادي تحطوا عليها ضروري.
ومن بعدها غادي تعصروه كيما راني ندير انا، يعني تعتمدوا على الطريقه راني نديرها انايا. تعصروه بحال هكا، تخلوا غير الفوائد نتاع التمر تهبط. وبالنسبه للقشور وهذاك هذيك كامل ديك البقايا نتاع التمره هذيك ما راحش تحتاجوها، يعني هذا واش راح تحتاجوا، راح تحتاجوا برك العصير هذاك نتاع التمر. دونك هكذا كديروا كامل التمر نتاعكم، كتستمروا كامل بهذه الطريقه حتى كتكملوا كامل الرب نتاعكم. كما هذا علاش قلت لكم لازم يتصنع ليله من قبل، ولازم يكون برد هنايا باش تكوني تخدمي اليز وتكوني ما تكونش شي حراره، ولا تكوني تخدمي مرتاحه. المهم هنايا هكا كديروا له كده، راح شويه يجيكم خادر ويجيكم بنين، يجيكم روعه. دونك هنايا كتستمروا كامل ديروا للرب نتاعكم. انا هكذا كامل نستمر يعني. فاش كتكملي العصير نتاعك كتفتحيها تزيدي عليها برك واحد 2 مقارف، والا كنتي دايره حاجه قليله المهم تبداو تعصروا غير بشويه بشويه، ماشي تعمري الكتانه كامل ومن بعد تحصلي فيها، لا غير بشويه بشويه ب2 مغارف هكذا كلها. كما انا كنت دايره حاجه قليله زدت عليها 2 مغارف، ودرك نبدي نعصر من بعد راح نحي هاد البقايا راح نحيهم ونزيد ندير واحد اخر هكذا. كل مره غير تعصري نحي هذاك اللي بقى لك، هذيك البقايا اللي تبقى بعد اللي تعصريه. ها هي البقايا هذه راح نحيها انايا كما راكم تشوفوها، وراح نضيف وراح نبدي نعصر نزيف رب واحد اخر ونبدي نعصر فيه حتى كيخرج لي العصير نتاع التمر. دونك انا راح نكمل كامل بهذه الطريقه، ونخليكم انا مع شويه الموسيقى ونرجع لكم. خفيف. وهنايا هذه هي البقايا نتاع التمر هذيك اللي شتوها، يعني البقايا هذيك شتو كيفاش تجي، يعني ما فيهاش كامل الفوائد، تحسوها بهاتت شهابت بعد اللي كان اللون تاعها قاتم ولات باهته. دونك هذه راح ترميوها ما راحش تحتاجوها. وبالنسبه للعصير هذاك راح ديروه فوق النار يغلي، راح تحطوه فوق النار كيما هنايا هكا، تردوه فوق النار وتخلوه يغلي. هنايا انايا راه كان غلا، دونك هنايا راح تحطوه بعد اللي كانت القدره نتاعي راهي معمره، يعني كانت معمره بالعصير حتى يدي. هو كيبدا يطيب يبدا يغلي وبدي الماء يتبخر، لما كامل يتبخر وتبقى غير الفوائد نتاع التمر لتحت، والماء يتبخر ما يتبخر شغل هي تمشي تنقص لكم حتى كيتقال حتى كيختار لكم الرب هذاك. دونك هكذا انا كما كنشوفوا هنايا راه كيغلي هنا مازال ما وجدش. بالنسبه للوقت اللي راح يديه معكم راح يدي لكم وقت طويل كيكون يغلي، ما تزيدولوش النار، خليوه على النار مهيله ماشي النار زهره، الا خليتوه زهره راح يتحرق لكم ما تلقاو فيه ما تاكلوا، لازم تكون النار مهيله ضروري.
وهنايا كما راكم تشوفوا البنات، ها هو الرب نتاعي كان وجد، يعني هنايا راهو كان طاي. شوفوا كيفاش يولي الشكل نتاعو بدا يوجد، تحسوه ثقال وبدا يلصق لكم في المغرب، وثاني تحسوا واحد الفقاعات ها هي اللي تبدي تبان لكم، هنا تعرفوا الرب نتاعكم راه وجد. بالنسبه للوقت اللي ياخذ معنا الرب نتاعنا، راح ياخذ معاك تقريبا مثلا انا حطيته الصباح حتى العشيه، يعني ياخذ معكم واحد 8 سوايع على الاقل. ياخذ معكم وقت طويل فاش يكون يطيب الرب نتاعكم. خليوه على نار مهيله كما قلت لكم. وهنايا البنات كما راكم تشوفوا الرب نتاعي كان وجد، هذا هو الرب نتاعنا، الرب ثقيل خاطر كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتم من الوصفه نتاع نهار اليوم، وتكونوا استفدتم من الفيديو نتاع نهار اليوم. كما عودتكم انا ديما جديد ان شاء الله. اليوم جبت لكم الرب هذا اللي هو معروف في بلادنا، ضروري ما اننا نبارطاجيوه، ما ضروري ما اننا نعلموا البنات الصغار هكذا اللي ما تكونش تعرف تتعلم، باسكو هو راه كيكون عند البنات، عند النساء الكبار هما اللي كيكونوا يعرفوا له بحكمه، ولكن البنات الصغار يعني قليل تكون تعرف له. دونك هنايا باش كتاخذوه كفكره، يعني يديوه البنات وهكذا حتى كنبارطاجيو التقاليد نتاعنا وتعم الفائده بين بناتنا وبين الولايات الاخرى كذلك، يقدروا يستفادوا من هذا الفيديو. دونك هذا هو كان الفيديو نتاع نهار اليوم، نتمنى انه يعجبكم ونتمنى انكم استفدتم من هذه الوصفه كالعاده. وانتم البنات ما تنساونيش بالإعجاب في الفيديو، ما تنساوش كذلك بالاشتراك في القناه، يعني تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كامل جديد اللي انا نديرو ان شاء الله. ومازال جديد ان شاء الله راح نزيد نحط لكم جديد ان شاء الله، غير بقاو متابعوني وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كامل جديد. والبنات بارطاجوا الفيديو كالعاده، بارطاجيوه مع الاصدقاء مع العائله هكذا باش الفيديو نتاعي باش تكبر لاشان نتاعنا هكذا، باش تكبر العائله نتاعنا. وما بقى لي غير نقول لكم تسنوني في فيديو جاي، خليتكم على خير، سلام.